الحاله الانفعاليه مع الكلمه، هذه مدرسه الرومانتيك اللي سواها بيتهوفن. لاني شنو شفت شوف في فنان. انت في بعض الاغاني انت مخك او قلبك وين يوديك. انت لو تسمع تحت راح تسمع هارت بيت داخل الموسيقى. هل تغير بشار الانسان غير على بشار او اثر بشار الموسيقى؟ انا تسويت على صدق وانا بطريق قاعد اسمع عادي، وللحين بالي نفس الفكره وركزت عليها نفس السالفه اللي هي ثيمه واحده. اول شيء ليش اخترت ان حتى الموسيقى نفسها تصير نفس الثيم؟ ليش ما سويت سولو جديد؟ زين احنا الحين قاعد نتكلم عن عادي. بما أنا قاعد نتكلم عن عادي لها قصه طويله، لازم ربيع يشرح لك اياها وبعدين انا اشرح لك اياها. عادي اذني على سؤالك عشان اجاوب. في جمل يعني حتى لما قعدنا انا وابو بدر، في جمل مو محتاجه نسويها معقده لان توصل دايركت للقلب. في سيكونس معين بما انك موسيقى، هذا السيكونس سهل الممتنع يوصل القلب. ما نبي بس ما تحس انه اذا تكرر الواحد يحتاج مثلا شوي مساحه يوخر عنه ويرجع له؟ ما تحس الفكره تصير كذي يعني؟ انت كم مده الاغنيه؟ 3 دقائق 4 دقائق تقريبا. انا بخليه يسولف الحين. انا هيك اقول انت هم تدخل تاليف في الصولوات. ايه طبعا هو عمل مشترك بالنهايه، بس الفكره ان انا وانا قاعد اسمعها لانه اصعب كذي ترى تفكر فيها، لان انت كموزع مطلوب منك كل شوي تعيد نفس الجمله بس كل شوي بشكل جديد على اساس لا تصير ممله، وانت كمطرب قاعد تغني المفروض كل شوي تأدي اداء جديد وتزيد حليه هني وعربه هني، بس عشان شنو؟ عشان المفروض فقاعد صعب على نفسك. ليش شوف عادي الحين عشان اخلي ابو بدر يسترسل، لان هذه قصتها فعلا. هذه اصعب اغنيه مع انها يمكن لحنيا لما تسمعها تقول انها بسيطه، بس احنا في البروسيس ان نسوي الاغنيه عادي كانت اصعب اغنيه بالنسبه لي، والحين راح اصعب اغنيه لسبب. هذه الاغنيه الوحيده بالالبوم. يعني انت عندك اشياء اي بس هذه الاغنيه الوحيده اشياء وايد. الاغنيه الوحيده بالالبوم اللي توزعت 3 مرات. ابو بدر ولا 3 مرات؟ 3 مرات. كل مره شكل. قصدك شكل كستايل؟ ستايل؟ لا ستايل ولا شكل يعني لازم غير؟ لا ستايل كامل مختلف. ترى ما حد يدري. انا نفسي مو الموزع. انا ما ادري. انا هذه الاغنيه تحديدا يعني هي اول اغنيه في حياتي اوزع حق بشار نفس الاغنيه 3 مرات. اخر شيء وصلت حق مكان في اخر مره. بس لاحظ لما تقول 3 مرات كل مره غير مختلف ستايل مختلف. اول مره سويناها بزنوفا. غير اول مره كانت بزنوفا وكانت كلها اكوستيك، كانت كلها عازفين ريل، عازفين ايوه بس ماكو اي شيء بالاستوديو، ماكو اي شيء ريكوردينج، كلها ريل. فسويناها شيء. كان اكلم بشار ايش رايك؟ كان يقول لي لا بس احنا نبي نحط فيها مقسوم ونبي نحط فيها شرقي. قلت له بس بزنوفا حلو غير مود غير. كان يقول لي لا احنا نبيها نفس الاغنيه الفلانيه. لحظه بزنوفا انت تخيلته ولا هو؟ لا ربيع تخيلها. هي تحتمل. تحتمل. هي تركب 100%. بس انا كان في شيء لا تصور. يعني قاعد اسمعها بطريقه بيني وبين نفسي، اسمعها بطريقه معينه. قام ابو بدر ايش قال لي بسوي لك مره ثانيه. بس قبل لا يجيك بزنوفا انت كنت تخيلتها بزنوفا ولا صدمك فيها؟ لا صدمني بس ما انصدمت لان هي تحتمل. بس انا عشان مقسوم عشان ابسط لك اياها. انا كنت مثلا شفت اللي مسوي ربيع بزنوفا تمام، بس عندي مثلا حلو وايد حلو. بس انت قاعد تقول فن من امريكا اللاتينيه وطلع بالستينات ودش امريكا ويا لنا ويعني شبه انتهى ورجع وكذي. ليش فكرت فيه اصلا؟ ليش فكرت فيه؟ لان انا اقول لك لان كان الجو العام في الشكل مال التوزيع انه هو كان كله اكوستيك درامز، اكوستيك بيركشن، اكوستيك جيتار. فكان الموضوع يبي، حسيت انه هو لازم يصير يبي هذا المود. حتى كان في الصولو كان كارديون لايف، فكانوا العازفين هي تحس انه تبي تروح بزنوفا. وهذه الفكره طلعت وياها انا في الاستوديو. عرفت هناك في تركيا كنت قاعد اسجلها، فطلع وياي هذا الموضوع حبيت. فقلت يلا خلينا نفاجئ بشار. فاجئني بشار. لا بالعكس والله. قال لك مقسوم. قال لي مقسوم. وهو طبعا حتى المقسوم حلو. عرفت، والبزنوفا حلو. قلت له تمام. كان يقول لي عن اغنيه انزين، قال لي اسمع هالاغنيه انزين. انا ما اتذكر صراحه شنو هي. قال لي اسمع، بس انا اعطاك نموذج. اعطاني نموذج قال لي ابي مثلها. انا راح بالي وين؟ على اغنيه ثانيه. فطبعا انا سمعت الريفرنس الحين.
فرحت وزعت الاغنيه وبريكات وحالتي حاله، صرت كني هذه شراره. لحظه، انت الحين قاعد تسمع اغنيه غلط، اي مو النموذج اللي هو يبي لا، لا. يكتبه. حلو زين. وزعت وخلصت وبريكات وهذه شراره وسناكيب وكذي، وراحت الاغنيه في وادي الكتريك من الاخر، ورحنا في مكان ثالث. بس الايقاع شنو كان؟ شرقي شرقي مأسوم. بس شنو؟ الكتريك، بريكات، بس كلها مأسوم بدايه كل سمعته. الله ربيع حلو بس ينطر بس دائما. دائما قال لي جمله مهمه. شنو؟ يعني ابو بدر انا علاقتي فيه تمتد في الحياه 30 سنه ما شاء الله. أيوة. الله يديم يا رب. وبالفن يعني حروه 25 سنه. لما قلت له وايد حلو، وانا والله اعني كلامي فعلا ما جامله، يعني احنا ترى هو لا هو يجاملني ولا انا جامله، فقلت له حلو. بس اذا متخيل شيء انت إيه. ماسك براسك الحين تفهم ليش. فقلت له هذه ازمه الفنون، انه صعب ان تطلع اللي براسك وتحطه قدام قاعد تشتغل واد تقول شوف، عرفت؟ اي بس مع ربيع ما عمرنا واجهنا، خلاص ما عمرنا انا فاهمين بعض. اوكي تمام. قلت له وايد حلو، انا والله صاج عند ربي وايد حلو، بس هني يوم قلت له بس كان يقول لي بشار بقول لك شيء. انا اول مره في حياتي ما افهم شنو تبي، ولا افهم مخك اول مره ما شنو يبي. افهمك. زين انت الحين هذا عمل متعب. ما في عمل متعب، هو في عمل في ممتع وفي ممل. لا هو شوف، احنا ما عندنا مشكله نتعب في عملنا، بس اهم شيء نوصل حق النتيجه اللي ترضينا كلنا، عرفت؟ وهذا البروسيس اللي صار في العمل هو عادي انه يصير بين موزع وملحن ولا ملحن وفنان. زين اذا انت مقتنع بالفكره وهو قال لك ما بس شوف دافع عنها. خليني اقول لك شغله، ادافع عن الفكره انزين اللي هي ما تغير فكرته هو، احاول اكون يا ان انا اطور فكرته يا ان انا اقدم له فكره احلى، انزين، لكن ما اقبل انه هو يقدم لي فكره يقول لي والله لا خلينا نسوي كذي وانا اشوف ان الفكره هذه مو حلوه كلش، هني راح اوقف. بس اذا هو لما قال ابي مقسوم حلو، والستايل اللي بعدين لما فهمت هو شنو يبي واللي طلعناها بالصوره هذا ستايل وايد جميل وايد حلو، لكن هل هو الستايل اللي احنا سويناه قبل الالكتريك كان مو حلو؟ لا حلو، بس لكن لا يشبه وجهه التوجه اللي رايح للفنان اللي هو يطمح له، لأن بالنهايه هذه اغنيته. زين عقب ما قلت له بس شنو قلت له؟ قلت له اي بالضبط، قلت له الاغنيه فيها التوزيع الثاني الثاني بس مالت التوزيع الثاني. اوكي. المقسوم الثاني كان الكتريك. قلت له ربيع انا احس الاغنيه كلها مشاعر، ابي التوزيع يكون فيه مشاعر. قال لي خلاص يعني انت ما تبي اكوستيك، ليش ما قلت لي من قبل؟ قلت له ما انا قاعد احاول اوصل لك، بس هم انا بوقتها مو ذنبه، انا ما كنت عارف اوصل صوت براسي، مو عارف اشرحه تغنيا بس قاعد اسمعها براسي. اول مره ما سمعته، ثاني مره ما سمعت، ثالث مره حتى فاجأني ابو بدير بالصولو الثاني. احنا كنا حاطين دائره واحده، الصولو الثاني حط صولو انت سامعه اللي هذا من توزيع ترغنية، من توزيع قبل يعني عرفت. اوكي يعني شبك اخذ شيء من التوزيع القديم وحطيته في الجديد. من التوزيع الاول ولا الثاني؟ التوزيع الاول لما حطه بالثاني ادري احنا قاعد نقول شيء كنا طلاسم قاعد نلقط، حسيت ان كل شيء بهالبازل اللي كان مخي ركب 100%. وصارت لان انا ترى صار فيني قاعد افكر انه هم ليش صعبوا على نفسهم. يعني انا الحين ثيمه لما تتكرر صدق انت كموزع مطلوب انك كل شوي تغير شكل الثيمه هذه، وانت كمطرب كل شوي تأدي. زين خل صول موسيقى ثانيه وايد اسهل كذي، بس امانه كلها مشاعر. يعني انا لا وصلت يعني شوف هذا البروسس اللي طولنا فيه، انا قاعد اسمع وفي شغله هم 3 أحرف هذه تدري شنو غريب ايش كثر حلوه البرج هذا. اي الجسر هذا 3 أحرف واشوى انه ما في كلمه. يعني لو تقدر تحط كلمه اي تفعيله تحطها هني قبل كلمه عادي يعني. تدري كان صار شيء ثاني. وهذه الاشياء الغريبه اللي انتم تشتغلون، يمكن المستمع العادي يعني اي واحد قاعد يسمع الاغنيه ترى يسمعها شيء بس عادي تمر عليهم، هو ما يدري ايش كثر تفكير عشان 3 أحرف بس. هو الموسيقى اصلا يعني شوف احنا بحكم الخبره اللي احنا مرينا فيها والاشياء هذه ترى على فكره كانت بالنسبه لنا اشياء صعبه، بس بحكم الخبره، بحكم ان احنا يعني غلطنا وتعلمنا وعرفنا شنو الصح وعرفنا شلون نعبر عن مشاعرنا. وانس ان انت تعرف تعبر عن مشاعرك، هو هذا البروسيس اللي صار بيني وبين بشار.
في الاغنيه، انه هو عنده مشاعر يبي يوصل لي اياها، وانا عندي المشاعر لازم اطلع له اياها، عرفت؟ وانت المتلقي، فانت لما تلقيت هذا الشيء معناته ان البروسيس اللي احنا طولنا فيه هذا كان ناجح، عرفت؟ اي فان شاء الله يا رب ان شاء الله تقبل يعني الناس كلها تحبها. لا ان شاء الله يا رب. بس انا عندي سؤال ثاني مهم. 10 سنين يا ظالم. ايه 10 سنين. ايه قول له ايش قاعد تسوي؟ قول له. اوكي شوف، ب10 سنين عشان اكون منصف جدا، ب10 سنين سويت اشياء وايد حلوه، وايد حلوه. سويت اشياء يعني لازم كلنا نحترمها، اللي كان فيه خصوصا الاعلانات اللي كانت مرتبطه بقضايا جدا يعني جدا حساسه مع البطل. غير اصلا حتى فكره الاعلانات فكره كانت قبل الاعلانات. وانا دائما افضل من يلحن اعلان بشار الشافعي، وافضل من يوزع اعلان ربيع صيداوي، لان فعليا يعني وانا استغربت. سالته ذاك المره، سالته قلت له انت تلحن اعلان شلون؟ يقول الحن اغنيه، يعني ما قاعد يفكر حتى انه يلحن اعلان. انا عبالي عنده قواعد معينه وكذي. الظاهر شيء هذا. لا هو لازم. بس انت الحين 10 سنين وهذا اللي ببالي. بس بشار يلحن اعلان يلحن كأنه اغنيه، انت تلحن كأنه اغنيه ما تلحن كأنه اغنيه. لا يعني قصدي اهتمامه كأنه عمل يعني عمل ثقيل، لا احترامه ولا تقديره. لان عنده اسلوب وايد حلو في التلحين لما يلحن خصوصا الاعلانات. هو فكرتي انا انه ب10 سنين انت سويت اشياء كانت يعني شاركنا لحظات وايد حلوه بحياتنا. يعني في اغنيه اللي غناها نبيل شعيب اللي الفصحى انها يا بلادي يا بلادي انها صارت كنا نشيد الوطني يعني. وصدق وهذه راح تستمر يعني، هذه الاشياء راح تبقى يعني. فالفكره بالنسبه لي ان ب10 سنين هذه هم في اشياء ثانيه. الحين خلينا نوخر عن بشار الموسيقي، نتكلم عن بشار الانسان اللي ب10 سنين هذه صار زوج، صار اب. هذه مشاعر ما كنت تعرفها. صح. انا صار صاحب شركه. انا صار صاحب شركه بزنس صدق. وفكره انا الحين ما عزوبي اللهم لك الحمد، لكن الله يرزقك ان شاء الله. لا اللهم لك الحمد. لا تفاول، لا تفاول يا اخوي. فالفكره ان انا احس اني خفيف بالحياه، بمعنى ان كل قراراتي انا اتحمل. اروح اشتري شغله اول الشهر اقط كل فلوسي واقعد طول الشهر اكل معلبات. انت ما تقدر تسوي شيء، انت رجل الان محمل بثقل المسؤوليه. كنت خفيف والان ثقل المسؤوليه، والمسؤوليه جميله حلوه اكيد. فلما جيت الحين قاعد تشتغل على البومك الحين بعد غياب 10 سنين، وكنت البومك اللي اخر واحد نزل والحين، هل تغير بشار الانسان غير على بشار او اثر بشار الموسيقي؟ انا اقدر اجاوب اصلا. انا ما اصلا بشار تغير كل بشار انا عارفه من عمر. مش كذا صدق، ترى هو يقدر يجاوب مو صحيح. انت انا شفت النضوج اللي هو فجأة. انا كنت اخاف عليه دائما. الفنان لما ينشهر وما زال الله يشهد. اسال الله يتمم. لازم هذا اخوي يعني مهما قلت ما راح اوفي. يعني لو بقعد اسولف عن بشار ما راح اخلص. مبين والله مش والله والشعور متبادل بالناتج اللي قاعد تقدمونه مبين. بشار قبل لما يا للنجاح وستار اكاديمي والدنيا هذه كلها كان نجاح كبير. كان نجاح كبير. كنت خايف عليه، كنت خايف انه يضيع التراك ماله كفنان ويلهف الشهرة ويلهف هذه الامور. وكنت دائما يعني حاط ايدي على قلبي يا رب انه يكمل. بشار من تزوج اصبح مخلوق ثاني. فجأة فوكس في الشغل، فجأة فوكس في الحياة، فجأة فوكس فجأة في مسؤولية. فقلت الحمد لله اللهم لك الحمد. فبشار انا اشوفه يعني بس هل هذا اثر على بشار الموسيقي؟ لا، زاد من موسيقية بشار لأن سواء سلبا أو إيجابا. لأن شوف المعاناة والمسؤولية. أنا كأب عندي 4 عيال. الله يسلمك. أنت لما تصير مسؤول بزيادة إنزين تصير أنت تفكر أوكي أنا إنسان شنو رسالتي في الحياة؟ أنا رسالتي في الحياة الله أنعم علي في موهبة، أنا لازم أكمل في هذه الموهبة، لازم أطور في هذه الموهبة. هذا اللي سواه بشار. طور في موهبته كفنان، طور في موهبته حتى كفيجن حق المستقبل شنو يبي. فوصل حق انه يفتح شركته، وصل انه ينجح في شركته، وصل انه يقدم اعمال، يعني وصل انه ينتج اعمال. يعني هذا اثر عليه بشكل ايجابي جدا. يعني جداً. مو لان تدري ممكن شنو يصير. في فنانين وايد واقدر اضرب امثله، بس يعني ما ابي اضرب امثله. في فنانين وايد لما وصلوا للنجاح فشلوا. لا انا اقصد شنو؟ اقصد ان هذه الاشياء اللي في الحياه ترى هي كأنها سلاح ذو حدين. يا تسحبك من كل شيء، تبتلعك، تصير كأنها بلاك هول تقمد كل شيء، يا ان تسويك فنان احسن. صح. عرفت؟
والمعاناة تولد الإبداع. وما تدري شو الاسباب. هي المعاناة تولد الابداع. اذا انت تستسلم حق المعاناة فانت راح تدش في الدارك سايد. بس هو عانى من البداية، من اول اغنية سواها معودينك اي كان يعاني. اي سنه العجل؟ 2000 عقب ستار اكاديمي. لا قبل قبل ستار عندي اكاديمي. اغنيه اسمها معودين. انا سامع معودينك بس هاي قبل ستار اكاديمي. لا اي قبل إيه. قبل. هذه من الاغاني اللي لما هي يعني اول اغنيه لي كان تاج شخصي ولا لا كانت لها قصه. كانت الحان اخوي فهد الناصر وكلمات اخوي عبد العزيز تويجري وتوزيع ابو بدر ربيع. اول اغنيه ربيع. اي طبعا اول اغنيه. في وقت انا بقول لك في وقت كان ما في احد يبي يسمع بشار او يعرف بشار او يعطي فرصه لبشار، والمدح حلوي مذمه. اول واحد يعني ما انسى والله، حتى اقول لك الموقف تضحك. ربيع عنده شغله معروفه عنه بالاستديو، لما يشتغل وايد يبرد فكله يحط كمبل عليه. كمبل حاط وتو نازل الكيبورد الكورج سيلفر، هذا كان تو نازل ما حد عنده ترايتون، ما حد عنده نجم ربيع. فقال لي وقاعد انا اشكي له، قلت له ربيع انا عندي شيء ودي اقدم شيء وشي بس ما في فرصه ما اعرف. والله العظيم قاعد وحاط الكيبورد قال لي شوف انا بقول لك شيء، انا اللي اوزع وانت ريال عندك موهبه، البوم كامل انا اسوي لك اياه، ما ابي شيء منك ولا ننطر شيء من احد، انت عندك فكر وانا الحمد لله عندي قدره موسيقيه وعندي استديو وعندي دنيا. عاد اسال ليش؟ لاني مؤمن شنو فيه. شفت؟ شنو شفت؟ شفت فيه فنان. صح. شفنا الحين شفناه صح. كان صدق انا ما انساه طول عمري يعني ومو بس كذي، انا يعني استمراري مع ابو بدر ما له شغل بهالجانب العاطفي اللي انا ما انساه طول عمري. امي وامي يشتغلون مع بعض. اي يعني شوف هذه بالبدايه بس في ناس حتى موسيقيا. يعني شفت لما واحد يقول لك هذا اللسان شلونه، تقول له والله ينحط على اليمنى. هذا في ناس انا بالنسبه لي حتى موسيقيا ينحط على اليمنى، منهم ابو بدر. زين اسالك سؤال وبتجرد، الشغل شغل طبعا. هل إذا اشتغلت مع موزع خلينا نفرض اشتغلت مع موزع ما تعرفه حلو لكن توزيع جبار حلو، القصد ان هل العلاقه بينك وبين ابو بدير هي السبب رئيسي لانتاجكم هذه الاعمال الجميله، ولا مهاره ابو بدير ربيع يعني كموزع؟ شوف هو اكيد في بس شقين ابي اقول لك اياهم مهمين. انا تكلمت عن ربيع على الصعيد العملي والانساني اكيد يعني، بس ربيع من الموزعين، واكيد انا الحين لما نتكلم على الالبوم انا يعني اقدر واشكر كل شخص اشتغل في هالالبوم. طبعا اكيد يعني هذا ان شاء الله جاي لهم واحد وكل شخص حط ايده في الالبوم مقدر وهو سبب. انا كل اغنيه انا بيني وبينك يعني انا يعني محظوظ كفايه اني سمعته قبل سلمك يعني والله بس انا مشكله وانا قاعد اسمعهم ترى ما ادري من الموزع لان يعني راح نتكلم عنهم. بس انا ليش اتكلم ليش اتكلم مثلا نتكلم بالاخص عن ربيع في شقين مهمين. ربيع عنده وهذا الشيء انا وايد احبه ودائما اضرب فيه المثل وبقوله بالكويتي، مو نحيس موسيقيا. ايه مو نحيس موسيقيا. شلون؟ والله العظيم اعرف اي والله يعني مو نحيس. ليش؟ عنده يا رجل انا وايد احب، وهالشيء انا اضرب فيه المثل وبالعكس اخذه قدوه في حياتي لما يشتغل. ليش؟ الحين حتى الالبوم هذا انت مثال، هو اشرف على الالبوم هذا، الناس وزعت كذي، هو اللي راح سجله، يقعد على الاغاني اللي ما هي له اكثر من اغاني صح. واقول له مثلا حتى انا مثلا اشوف لانه هو عارف ترى هذه تعكس ان هذا انسان يعني لا انا اوصل حق مرحله تدري شنو؟ واثق من نفسه، يعني المنافسه ما تخرعه وعنده شيء ثاني يبي الخير حقك قليل موجود. تحط له اغنيه انت موسيقي وتعرف، فلنفرض اغنيه مثلا مع انه يعرف يسوي هالجو، بس مثلا تقول له اغنيه مثلا كومبليتلي كلاسيك، يقول لي بشار انا اقدر اسوي لك اياها وراح تطلع حلو، بس في واحد روح له مثلا روح حق ميشيل فاضل كذيبه ايه
هو يقول لك. جميل. فانا يعني وايد احب هالشيء واطمن على شغلي صراحه، اطمن لما يكون انسان حاط الشغل نصب عيونه مثل ما يقولون. انك توصل لمرحله انك ما تفرق بين اغانيك واغاني الموزعين الثانيين لما يسالوني عن الاغاني اللي انت موزعها. معناته من كثر ما انا يعني اشرفت انت اشتغلت. مو غير الاشراف، اكثر من انا عملت الاعمال كانها اعمالي، ولدرجه ان انا صدقت انها اعمالي. عرفت؟ فتستني على العمل هذا ما اعرف اذا ما اتذكر اذا انا موزعه ولا فلان اللي موزعه. عرفت؟ من كثر ما انا احتضنت العمل، لان اشوف انا بالنهايه. زين، هل لانه حق بشار ولا شوف، مو لان بالنهايه بشار انا بالنسبه لي هو خلنا، هو اخو، هو نجم ويستحق الافضل. هو فعليا نجم. واذا انا ما اقدر اقدم له الافضل سواء في اعمالي او في اشرافي على اعمال غيري، انا ما استحق ان انا اكون معه. صح. ما يعني انا بالنهايه راح افصل يعني اعتقد عندي ناس وايد. اعتقد بحياه اي انسان اذا ما تضيف. هذا نفس الشيء في ميامي، نفس الشيء صار لي في ميامي. خالد الرندي يعتبر من اقرب الناس لي في المجال، وهو وبشار هم معروفين. حتى انا عندي ولد اسمه خالد وعندي ولد اسمه بشار، عيالي. عرفت؟ عيالي عندي ولد اسمه خالد وعندي ولد اسمه بشار. خالد ما اشتغل معاهم، مع العلم انه انا سويت لهم يا حلوكم يا حلوكم، سويت لهم وابويا، سويت لهم الليله، سويت لهم اغاني وايد، بس بطلت اشتغل معه لانه وصلت حق مكان في قناعه انه ما اقدر اضيف لك شيء. ما اقدر اضيف لك شيء لاني انا مقيد معك. انت مقيدني في اسلوب، تبيني ان انا اظل في هذا الاسلوب وانا ابي اطلع منه. حاولت ان اطلع منه كذا مره، قام يصير كلاشز في الاعمال. انزين قمنا نتهاوش، فقلت له خالد ليش تبي تطلع؟ ما نبي نشتغل. ليش تبي تطلع؟ لان هذا التقييد حسسك انه ما عندي شيء خلاص. اوكي. ابي اقدم شيء جديد. لا تعال صدق، ترى امانه انا افهمك، لان انا جيتني حق الالبوم كنت محظوظ كفايه اني اسمع الالبوم قبل لا ينزل. حبيبي تشرف. اي بس لا صدق والله في اشياء وايد عندي فضول، عندي اسئله وايد، عندي اشياء بعرفها صدق عن الالبوم. انا في اغنيه يعني اول ما سمعتها كان اقول هذول صدق عيال جيلي. احنا صدق جيل واحد. الرحيل جت 10 سنين فتره تملي معاكم، وشنو كان الوضع كله جيتارات وكله هذا الرمبلات والحاله هذه كلها. ما تحس ان الحين هذا الشيء يمكن يكون مو منتشر؟ او ليش اخترت هالشكل؟ الشكل اللي يوقف يعني الرحيل. طبعا هي وجه تحيه اكيد حق كاتبها وملحنها اخوي علي ابو غيث، وتوزيع اخوي المبدع براك المطوع. نوع انا احس الفلامينغو هذا الرمبلات نفس ما سميته، انا احس هذا ما يموت او ما له وقت. صح انشهر من ايام تملي معاك وكذي، بس ستايله هذا يظل موجود، خصوصا احنا مثلا كشباب او حتى الجيل الجاي لما اللي الحين يعني موجود، لما يعزف جيتار اول شيء بيعزفه لازم تكون قاعد تعزف هالشيء. فالرحيل حالتها كانت تستدعي ان تتنفذ بهالطريقه اللاتن الفلامينغو اللي نقدر نسميها الرمبا لاتن يعني. فمساله ان احس انها قدم او انه مثلا ممكن نحس انه مخيف الستايل هذا، انا احس ماكو فن يموت. تحس انه تايم. ماكو فن يموت. اسم لي فن مات. لا يعني تحس انه في اشياء مو تموت، تحس انها مو دارجه يمكن. يعني تنقمت شوي فتره او تمرض على فكره. هي تمرض وبعدين لو تلاحظ ان هي لما ترجع تسوي بيك مره ثانيه. واقدر اضرب لك مثلا امثله وايد، مثلا في اغاني نزلت عدنيه، ولا في اغاني نزلت على البيانو وتجز انه هو فيري ستاندرد انك تسوي صوت وبيانو، عرفت، وتلقاها فجاه تضرب. لان يصير عندك اول شيء في جنريشن اصلا ما يعرف هذا الستايل لانه هو متعود عليه، بلس انه يصير عندك انه في لهفه حق هذا الستايل من الناس اللي عاصرت هذا فما بس في مثلا اشياء نفس مثلا ايقاع البندري، مثلا فتره كل شيء تسمع بندري ما زال ما زال الحين نادر يعني. شوف خليني اقول لك شغله، هو لما تيجي تلاحظ انت ليش انتشر البندري في ذاك الوقت، وقبلها على فكره كان منتشر الرمبه، لان كان النجاح وكانت الاضواء دائما كانت في الكويت في فتره الالفينات و97، وهذا كانت هني الرمبه اللي متصدره والفن الكويتي اللي متصدر. اكبر مثال بعد الحين مثلا الفنان الكبير القدير ابو عبد الله عبد المجيد عبد الله، اغنيته الاخيره ابى اعيش اللي هي اكثر اغنيه يمكن الجمهور حابها، بندري رجع سوى بندري، مع انه يعني
المتوقع انه ما تكون الاغنيه بندريه. اي بس سواها بندري وكسر اليد. انا دائما احس اغنيه حتى عنده غزال ما ينصادي ما ادري اي بس انا اقول لك هذه يعني ايدد عمل سواه. بس ما هذيك بندري. زين شوي الموسيقى خلع صوب الكلام. انا سمعت عادي بعدين سمعت هذه على طول. ما ادري هذا ترتيب الالبوم. انا هذا سمعته قاعد اشوف يعني ما ادري انت ملاحظ ولا مو ملاحظ قاعد يصير في نضج كبير بالتعامل مع فكره الفراق. وهذا يصير بعمرنا يعني بين كبرنا يعني لان انت بالعشرينات لما يعني تفارق احد ودك تنتقم ودك تكسر سيارتها الحين وصلت واحد تكتب على المحول ما شنو كذي. فالحين وصلت مرحله اللي قاعد اشوفها نفس عادي. انت قاعد تتكلم عن فراق انه الله ما كتب وعادي هذا الحين صح. بس هو فعلا سنته بتعيش بسلام. هو صح كذي. الرحيل اهم فكره فيها كلمه الهجر الجميل. ان انت تترك بعض وكأنه وصلنا لمرحله من العمر نبي حياتنا بهدوء سلام بس يعني. هو صح يعني شوف هو مو بس على العلاقات يعني على موضوع الاغنيه هي اغنيه حتى الصداقات اي بالضبط اغنيه عاطفيه ولكن اصلا بالحياه انا انت بودر وقع الاشياء عليك. يعني اعطيك مثال بسيط. قبل يمكن لما واحد يجيك يقول لك والله ربيع تدري ان فلان مثلا قال عنك كذي تتاثر صح. الحين يقول يمكن عنده وجهه نظر ممكن اصلا هو يقول لك منين انت تكمل وتغير التلفزيون. صح هذا ما يهمك شخصيا لان مو بس شخص صارت الحياه وايد فيها يعني من كثر الصدمات خلاص صار واحد ما ينصدم. انت من دا يعني نفس ما يقول لك جلدك صار يابس خلاص. بس ما تحس ان هم في حاله تفهم طبعا ان هذه ممارسه انسانيه طبعًا. طبيعيه يعني انت ساعات لان سياق فتقط كلمه عنك هنا وعادي تلقى سياق مختلف تماما. شوف يعني. احنا يمكن اكثر ناس بالكويت او بالخليج احنا عندنا كلمه دائما نقولها في اي شيء او نستخدمها بشكل طبيعي. يمكن مع الكبر تصير تستخدمها حرفيا. احنا دائما لما يصير شيء مو على ذوقنا شو نقول نصيب. هو بالضبط نصيب خلاص نصيب يعني مو قدر هو مو لأن ترى يعني بأي فراق ترى مو بالضرورة في واحد زين وواحد سيء. بس هو عدم تفاهم. هو عدم تفاهم. عرفت. بس أنا أحط إنه بالألبوم وايد مبين يعني ترى شيء جميل هذا. فكرة حتى أنا تروج حق فكرة الفراق الجميلة خلي الشباب ما في 20 في شيء ثاني سياق الكلام أو المفردات يعني فيها مكتوب لحن الفراق الحزين اللي انعزف. لحن الفراق الحزين انعزف. اللي انعزف. انا لما سمعتها وسمعت صولو كمان طبعا آلتي. انا بكل وضوح متطرف عنصري بالكمان. حسيت انه لو كان صولو اي آلة ثانية كان يعني ما كان بهالجمال. مو بس لانه كمانجة لانه جدا متسق مع سياق الكلام. لحن الفراق الحزين عزف يعني احس انه ما كان في آلة راح تعبر. لو كان هاي احس كمان كان. لا بس هو شنو قصده انا فهمت. هو قصده انه يعني احنا اصلا حتى طبيعتنا بيننا وبين بعض لما واحد يشكي لك على طول تسوي له انه قاعد يتقسم. هو بالفعل شوف هذه النقطة. هذه النقطة صحيحة. انا بيني وبينك كنت ابيها كلم صراحة. براك مطوع مسألة بالخير كان حاطها كمان واقنعني انه كمان لان الكمان او صولو كمان صار مفقود. جدا اسهل شيء او اكثر شيء موجود وحلو مو حلو ان انت تحط تشلو طبيعي بس خلي يكون مكانه يعني. ايوه بس قال لي اساسا الكمان من تسمعه اول شيء ما راح يكون مسموع وايد بهالفتره صح. وعلى موضوع ان اللحن الحزين الفراق الحزين ان لما تسمع كمان قاعد ترجم الحاله. يعني هذا شيء مقصود لان انا يجي تساؤل هل هذا شيء مقصود ولا هو لانه خلاص مع الخبره تصير عفويه تطلع صدق. هو الاصل حتى لو صار مع الخبره عفويه هو ما يظل مقصود. يعني انا الرحيل شوف اغنيه وايد حلوه قلت لك انه قاعد اشوف الحاله فيها نضج كبير حتى بالكلام. اختيار الكلام شلون انت تسمع القايد ولا تختار كلام وكذي يعني في يعني الاغنيه انت شلون تختار الكلام؟ في اغاني تسمعها ملحنه وفي اغاني لا اسمع الكلام والكلام يشدني واتخيل شلون
بتلحن. هذه سمعتها قايد. هذه سمعتها قايد كامل. وامتع شيء عندي في الدنيا اني اسمع كلام وايد غلج والحنه بلحن وايد في هارموني. في سؤال هو يعني هي ملاحظه ان الالبوم كله على مقام الكرد واحده بس عجم. إيه. ليش؟ انا بالنسبه لي اجاوبك بدون لف ودوران. اقدر اغني وسوينا انا وربيع وايد اشياء، نقدر نسوي السيك، نقدر نسوي مقامات. الاقرب لي وللجمهور على مدى هذه العصور وجيلنا اسهل شيء لفتح باب القلب هو النهاوند او الكرد. انا احب نهاوند الكرد صراحه. فانا كبشار لما اغني استمتع لما اغني على هالمقامين، مو معناته ان ما احب المقامات الثانيه، ولكن لما تيجي انت هو مثل الاكل، انت ممكن تاكل وايد اشياء بس عندك طبق معين هذا تحبه، هذا يعني هذا ما لا يصعد ولا ينزل عندك. انا كذي عندي الكرد، النهاوند، المجير، هذول وايد اللي هو العجم، يعني هذول انا وايد احبهم. يعني انت تحرص ان تقدم شيء انت حاسه، مو بس لانه والله الجمهور مثلا، يعني لو نفرض الحين تجي فتره مثلا بيات زين والجمهور حاب البيات وانت يعني ما تحس البيات وايد عادي. يعني في المقامات ترى ما احس. خليني اقول لك شغله، خليني اقول لك شغله، الفنان هو اللي يقدم حق الجمهور، مو الجمهور اللي يطلب من الفنان. ليش احنا قاعد نشوف العكس؟ انا اقول لك لان يجيك فنان عنده اغنيه واحده، عنده باكج حق اغنيه واحده، عنده فلوس حق اغنيه واحده. الحين الاغنيه اصبحت مكلفه. انا الحين بسوي اغنيه اول مره بغني، شنو المفروض اغني؟ اروح اقلد اللي ناجحه، اغنيه سوق. اغنيه سوق. فيقوم يسوي اغنيه سوق. بشار مو فنان اغنيه سوق. اي صح. بشار يقدم، هو صح مثل ما قلت لك انا مساء، بشار هو صاحب رساله، صاحب فيجن في حياته، في موسيقته، في لاينه، في كلامه، في حتى الكلام اللي يختاره هو ما يختار الله الكلام حلو، لا الكلام هذا يناسب الفيجن اللي انا حاطه في حياتي، الدايركشن. فيقدم الفن اللي هو يبي. مثلا انا اعطيك مثال، مايكل جاكسون كان ينطر والله الجمهور شنو يبي عشان يسوي له؟ لا طبعا. وكل الفنانين اللي نجحوا في حياتهم ترى حتى يعني مثلا شوف الموضه، المصممين هم يفرضون على الناس ساعات اشياء مو حلوه فجاه تصير موضه. بالضبط صح. هي بالنهايه بس بالموسيقى للاسف او بالاغنيه، خلينا نقول مجال الاغنيه للاسف قاعد يعني اغلب الفنانين امانه اعرف وايد منهم اغلبهم كان يعني يبي يقلد الاغنيه الناجحه. لا لازم تنزل حق الناس، لازم لا ماكو اغنيه انا دائما لازم ضد هالشيء. هو شوف ذكاء انك تنزل اغنيه للناس وانت راضي عن نفسك. ايوه هذا اي انا اعتقد هذه يسمون المعادله الذهبيه. هذه وايد صعب. بس انا انزين، هل انت تلاحظ هالشيء انه ولا انت بس قاعد تحط الاشياء اللي انت حاسه ومو مهم كرد عجم نهاوند مو مهم؟ لا انا حد يعني ولا تحرص ان ودي انوع مثلا؟ لا انت ودك تنوع، بس انا لما تيجي يعني انا مثلا في من الاشياء اللي اتمنى او يا ريت تصير عندنا مثلا لما نتكلم عن الموسيقى في اوروبا او في امريكا او في امريكا اللاتينيه او في اي مكان بالعالم، هناك عندهم مطربين. انا لما تجيني شخصيا انا لو بيدي اسوي كونسرت كامل كله بيانو وكمانجات، هذا اللي احبه. برا في كونسرت يحضرونه 20 أو 30 ألف شخص لواحد يعزف بس جاز. عندهم التخصص، واحد يعزف بلوز، واحد يعزف روك and رول، واحد يعزف مدارس، يعني واحد كانتري ميوزك. احنا ما عندنا هذا. لا يبي يسمع كل شيء، يبي يسمع الأغنية المكبلة الطويلة، يبي يسمع أغنية سريعة مقسومة، يبي يسمع واحدة كلاسيك، يبي يسمع خبيتي بالنص مثلا، خبيتي بالنص، رمبة. وهذا مو غلط، ولكن تيجي تقول لي انت صدق شنو ودك؟ ايه انا ودي اروح كونسرت كامل اعزف انا وبيانو. ايوه. واللي جاي يدري انه هو ما راح يسمع الا بشار بيانو. هذا يعني حتى التخصص في الموسيقى او نوع الموسيقى اللي انت تقدمه يعني. صح، تصدق اول مره هذا الشيء. اي يعني هو هذا الشيء، هو هذا الصح. صح. انت رايح تدري شنو تبي تسمع، وبعدين عندك فرايتي كبيره. يعني انت عندك تبي كونسرت مثلا جاز، تروح حق كونسرت جاز. تبي كونسرت والله تنوع جميل. اي احنا هني ما عندنا. انت لو تلاحظ الفنان يدش يغني الكلاسيك، يغني الخبيتي، يغني بالنهايه محصله اغاني. لان احنا ما عندنا التخصصات، ما عندنا المدارس، عرفت؟ اللي هي مدرسه الجاز، مدرسه الراب، مدرسه ميشنو، مدرسه وات ايفر، الهيب هوب، المدرسه الكلاسيكيه. اي نوع من المدرسه الكلاسيكيه. بشار هو يميل حق المدرسه الكلاسيكيه الفرنسيه،
عشان كذا نلاحظ هارمونياته نفس فيروز نفس ميشيل ازنافور. يعني هو هذه المدرسه اللي هو يميل لها اكثر من المدرسه الكلاسيكيه العاديه. اوكي صح قاعد اتذكر ازنافور قاعد اتذكر الحين شيء. فهو هذا اللي هو يميل له، هو وده يسوي هذا الشيء، وانا طبعا انا لاني احب هذا الشيء بعد. هذا اصلا يرفع من مستوى الاتقان حق يخليك متخصص في لون معين شيء فانت تتقنه اكثر غير لما انت تسوي اشياء وايد. هذا البومي الاول لما اشتغلنا قعدنا نشتغل قاعد اخذ الحان اي سنه؟ قعدنا 2004 بلشنا فيه، نزل 2005 و 2006 فيينا انا قاعد اخذ الحان. وهذا الالبوم انا ما انساه بحياتي، لانه يكاد يكون واحد من الالبومات اللي الاسامي اللي فيه في حياتي ما اجتمعوا في البوم واحد، وافتخر بهالشيء. يعني افتخر ان الاسامي اللي كانت موجوده في البومي الاول مثلا اعطيك مثال، البومي كان فيه مشعل العروي، فهد الناصر، خالد الشيخ، الله، وليد سعد من مصر، من بعد زياد بطرس من لبنان، كموزعين ربيع، اسماعيل توتش بلانك، زفير، الله زفير عندك جايب شرك. لا يعني كل الاسامي اللي كانت موجوده، ان شاء الله ما اكون دكتور يعقوب الخبيزي، ابو محمد عبد الله القعود، وايد اسامي، كل الاسامي الكبيره يعني كانت غريبه انها تجتمع، ومن حسن حظي يعني. بس قبل لا تنزل هذه الاسامي او ينزل الالبوم بشكل هذا كنت قاعد اخذ الحان. فجاه قعدنا، فاذكر ربيع وفهد ناصر مسي عليه بالخير، قالوا انت الحين نقيت صح؟ طلعت انا منقي 14 اغنيه كلهم كلاسيك. ايه اوكي هذا انت خلاص لحظه طق بريك ما يصير. وهو فعلا ما يصير، لان انا اول البوم لي ابي اغني اكثر من لون وكذي. ايه تبي، بس شعوري الداخلي يقول لك هذا انا هذه شخصيتي. ايه انا وصدق ترى هذا شيء انا بالنسبه لي اشوفه مهم، وايد مهم انه يكون عندك تخصص. شخصيتك انت كفنان. مساك اقول لك انا عندي سؤال عن فكره القصيده الغلجه وانها تصير اغنيه. وترى هذا كسر لقاعد انا كانت ببالي. الاغنيه دائما اقول يعني انا مهتم بالادب، فاعرف ان في شعر غنائي، شاعر يكتب اغنيه صح، وفي شعر للشعر نفسه. مثلا الشاعر يوسف شط اخوك يكتب شعر للشعر، ما يكتب اغنيه. في يوم من الايام اتذكر سمعت لك اغنيه اعلان، جاي يصير ايش قاعد يسوي ولا كلمه فاهمه، وصار فيني بس ناجح. الغريب انه ناجح زين. يعني انا قاعد اسمع ومستانس قاعد اسمع، بنفس الوقت قاعد اقول هذا كلام مو كلام. بس هل بحثت بالكلمات ومعانيها بعدين؟ اي انا دورت مع الزبرقاني هذه الفائده. اي بس الفكره ان شلون قدرت تاخذ اغنيه غلجه، مع ان كل يعني لو تروح حتى ترى حق شنو، لو تروح حتى حق يعني اجمل الاغاني عندنا مثلا اي معزه حق ابو خالد الله شاف، اي معزه انت خليت فيها شيء، اي معزه قاعد يسولف تحس انه ويقط لك شنو مجاز بالنص، صوره خياليه واحده شيء بالنص، اعبر فوق جرحي واتبسم شيء يقط لك واحده خفيفه، لان هذه الاغنيه لازم تكون كذي صح. بس الفكره بالنسبه لي انت قاعد تاخذ اشياء كذي، فشلون قدرت تسوي هالمعادله؟ شوف اول شيء انا من يعني لحسن الحظ هم انا انولدت في بيت يعني رحمه الله عليه ابوي ويرحم موتاكم ان شاء الله ويطول باعمار الموجودين. انولدت في بيت القراءه عندنا فرض، لازم تقرا. فاللغه العربيه هذه عموما او حب اللغه او عشق اللغه هذا من الصغر مزروع فينا. مفردات يوسف اخوك تبين. اي يوسف اخوي يعني هذا بعد يوسف اخوي من الناس اللي انا وايد تاثرت وساعات يعني مو بس تاثرت يعني وايد استفدت منه الى هذه اللحظه. سهل تاخذ منه؟ لا مو بس سهل، مو شاهد. شوف يوسف اخوي بشر كله لحن كرد كله مجال كله الحاني كرد لا عنده بعد مشكله. لا هذا زين، هذه مو مشكله. المعضله ان يوسف لما يكتب قصايد طويله جدا. اوكي. فاي انا هالقصايد ما اقدر الحنها على اغنيه لانها طويله، فانا اجتزئ منها اشياء بيني وبين نفسي واغنيها بالطريقه اللي انا قاعد اسويها. ني وقت على قولتهم
الحقيقه. فيسمع كلامه انه من هني ماخذ بيتين وهني بيتين ورادهم هني، بعدين هذا جايبه بالنهايه. وعلى فكره هذه ميزه، هذه حيل بس ميزه. بالنسبه حق شاعر يتغير السياق. اي والبيت اللي بالنص اخليه هذا يتردد دائما، هو اللي قاعد يرد. فيوسف اخوي لانه هو يكتب قصيده كامله، ويوسف من النوع يعني يكتب للشعر، فانت تيجي توديه الاغنيه هو بالنسبه له اكيد يحب، وعنده اعمال جميله وعنده تعاونات مع فنانين كبار وعنده نجاحات يعني مو بس معاي، بس هو بالنهايه يقول لك انا شاعر يعني سويت اغنيه ما سويت انا هذا ملعبي ومكاني يعني. فبعض الكلمات مثلا لما تقرا في كلمات ما ادري انا يعني ما ادري، انا احس في بعض الكلام ما يحتاج انه يعني موسيقى الكلمه اهم من المعنى صح. مو بس شيء، هو الكلام لانك تعرف شنو مكتوب، يمكن لفظه صعب بس يعني مثلا تجيب طاري الزبرقان مثلا لما تقول كنت احسب ان العجائب 7 وثريها 8 قدرة الله كيف رص ديرتي مثل الجبل اسكنوها امنين وقد سكناها بامان دي مشيئة ربي بالعجل او بالاجل يا العنيدة يا النديدة يا النجم يا الزبرقان يا الشديدة يا الزهيدة يا العتيدة كالنخل يا الأبية يا العتية يا العلية كالشنان يا الوفية يا الغنية يا بحر هذه التركيبة ما ادري تستثير بس انت جزء من نجاح الاغنيه ان المتلقي يغني. المتلقي مو كلهم شيء يعني في بيئه ان المفردات عندهم فيها واغلبهم بعد يتكلمون انجليزي الحين. بس السؤال شنو؟ السؤال انه انت شلون ما خفت يعني انا مكانك وحصل لا ما تنفع اغنيه. لا انا احب الكلام. ليش لان اكتشفنا حتى مثلا بدر حضر يا بلادي، حتى يا بلادي اتوقع في كثير من الناس كانوا ما راح خزن وش يعني ما راح يخافون انه يخزن وش يعني. وانا حتى لما نقول شيء مثلا حتى ابو شعيل تحسب له يعني. ابو شعيل انا لما سمعت له اللحن كنت برا البيت في الحديقه قاعد اسولف، اول ما قلت له يمكن اول بيت قال لي بشرت وكا، وهذا يحسب له ليش؟ انه ما خاف لما تقول انتهى الخز. بس بعدين مع الشغل اكتشفنا شغله ان النادر الغير متوفر هو المطلوب، والصعب انه صاروا اليهال يبون يعرفون اللي ما يتحكونها بزمننا عربي وايد صاروا وهم قاعد يغنون هالاغنيه. صدق هاي حلم، لان انت عندك اغنيه اسمها عنترة. اي هم يوسف هي او تخيل والله ما ادري، قلت لك انا يوم قاعد اسمع الالبوم ما ادري منو اللي كاتب، ما ادري من هذه من الهوشات بعد. هي ترى مو اسمها عنترة، احنا سميناها بعد التقصص عنترة. هي اسمها المليكة، هي قصيدة نازلة المليكة بديوان دواوين. اي ديوان قصيدة طويلة طويلة. الحين يوسف لما يسمع الأغنية والقصيدة طبعا المعنى راح يختلف، السياق كله حتى لو كان غزل قصيت انت فكذي شنو موقف؟ لا والله شوف يعني اما سمع عنترة لا يحب يعني. بس هذه العنترة هي من الأغاني يعني بإذن الله أنا يعني إن شاء الله يا رب اللهم آمين يوفقنا، وإن شاء الله نوصل لقلوب وأذان المستمعين. من الأغاني اللي متفائل فيها توزيع وكلام ولحن. طبعا هي توزيع أخوي عمار البني وكلمات يوسف أخوي وألحاني يعني. لحنك أنت؟ هذه من كلمات أو من الكلمات اللي تتغنى بالغزل، من الأغاني اللي قليل تلاقي هالنوع من المفردات فيها. وواحدة من الأغاني اللي لما تسمعها ممكن أنت تتخيلها على أي شخص أنت تحبه، إن كان صديق، إن كان قريب، إن كان والدة. أنت في بعض الأغاني أنت مخك أو قلبك وين يوديك، ما لها شيء. بس كغزل يعني حتى لما أنا سمعتها قلت حقي يعني شوف أنا ما يصير أمدح أخوي يعني، بس لا يستاهل يعني. اي والله انه يستاهل. انا ساعات والله العظيم اقول انا محظوظ انه لا الحق اي والله انه يعني الله حباني بهالاخو هذا والله 60 كانسان اكيد. هو مثل هو يعني بعد عين ابوي هو ابوي يعني الثاني. الله يطول بعمره. ولكن على الجانب الفني والشعري انا افخر دائما واستمتع. وترى يعني حتى اجمل الاعمال اللي انا سويتها يمكن
كان يوسف لا يد فيها. لا هذا السؤال، لان اهم كنت بقول كذا، يعني لما تسمعها ممكن احد يقول هذه تشبه اغاني الاعلانات اللي يسويها زين، وهذا اللبس ما تحاتي. شلون انا تشبه لان يوسف وانا يوسف وانت لا هني مختلف. هني حب الوطن، هني يمكن شيء عاطفي اكثر. بس يعني انا مع يوسف لله الحمد، لله الحمد، الله يتمم ان شاء الله علينا في كذي بركه من الله سبحانه وتعالى. عسى الله يديمها. اللهم واثنينكم تستاهلون والله. نعم والله وستين نعم. الله يسلمك. بس انا هم لان كانت ببالي الفكره ان الحين لما تسمع الاغنيه عن ترى تسمع الكلام، اختيار الالات عمار بن صح؟ موزع اختيار الالات يعني عود وعنتره، والكلام شوي يعطي فيه لهجه بداويه شوي يعني مو لهجه حوريه. فانت تحس ان اختيار العود كان رائع بالنسبه لي. الله يسلمك. كان ضربه معلم ترى. طبعا نوجه له تحيه. عمار لا واخونا الدكتور جراح الحداري يعني جراح العازف هذا من الناس اللي احنا نفخر فيهم طبعا على الصعيد الموسيقي بالكويت طبعا يعني. بس انه كان له اختيار العود جدا متسق مع الحاله كلها كذي، وهم كان مقصود احس. احس انه يعني ما ياتي لان انت قلتها عنتره وحسيت بداوي، شو ناقص عود. اصلا اقول لك صدمه اكثر، كان ودي ربابه. والله على فكره هي مشكلتها صعوبتها في العزف والابعاد مالتها. الابعاد مالتها مو بس كذي. في مره من الاغاني اذكر بتركي انا وربيع كان رايح الحين يمكن هو ناسي اذكره، كان رايح حق شغل حق بشعيل. تخيل نطر واحد واحنا قاعد نسجل البوم من قريه، يابا من قريه 3 ايام، حتى قاعد اقول لهم 3 ايام ليش؟ كان يقول هذا باص مواصلات عازف آلة نوع من انواع الربابه اللي هي الكمتشي قبل لا تطلع. كمتشي تخيل يابوه من قريه وهو الوحيد في تركيا يقدر يعني انت عارف تسجيل الاستديو مختلف عن اللايف، فهذا نظيف حق الاستديو شيء. نطرناه 3 ايام عشان وفعلا يا ولا انسان تحسه كذي. هو بعد ازمه الروابط الخليجيه هذه كانت في اغنيه منويت فراقه اتوقع. انا منويت فراقه. هو بعد ازمه الروابط الخليجيه انها ما تطورت، يعني نفس الرباب الصعيديه في مصر تطورت فقام احنا عندنا ما تطورت يعني. بس لا هم العود بس لها توظيف. صح كلامك في اماكن تكون حلوه. بس هني هم العود والايقاع يعني الفايب كله كان متناسق. وانا اول ما سمعتها حاط ببالي انها اغنيه ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله. نفس ما انت قاعد تقول صار في نفس الشعور يعني يا رب. في صدمه ثانيه، مغني لبناني العود. السالفه ما تخاف؟ لا والله يعني شوف هو ماكو شيء ما يخوف، بس انا لبنان يعني لها ارتباط عاطفي معي لعده اسباب. انا وايد اسمع السيده فيروز وايد من وانا صغير، وايد احبها، وايد يعني تأثرت في المدرسة الرحبانية، وايد أحبها. أضف إلى ذلك أنا طلعت من برنامج مواهب في لبنان، فأنا لبنان بالنسبة لي هي انطلاقة، بلد لا فضل علي عمري ما أنسى. هي البداية اللي أنا عرفت الجمهور في بشار، وكان على نطاق عربي. فالغنى اللبناني، وحتى في البرنامج غنيت لبناني طوال المشوار مال البرنامج. فاللهجة اللبنانية لها وقع داخل قلبي، وأحس إن حاب وأبي أغني شيء. منو كتب الكلام؟ منو لحن؟ هي كلمات والحان نبيل خوري. وتوزيع منو؟ جورج قسيس. لأن في إيقاع الصول والموسيقى صار كأنها دبكة لبنانية كذي. الفايب كله والتقطيعات مال. بس بقول لك شغلة، يعني المذهب المقطع الأول سمعته حلو، لما دخلت على الكوبليه الأول اللي هو ناس من المقطع الثاني، البيانو كان شيء عظيم. تعرف اللي قاعد أسمعه قاعد طول اللي تكفى أبي أسمع البيانو. كان توزيع رائع جميل. هني البيانو أحس كأنه مطر والله. لأنه مكانهم غازي عرفت. مكان مدرسته عرفت. هم يعني هذا الجو اللبناني فيه نوع من الأجواء يعني. هم تأثروا مدرسة فرنسية بعد. وهم ولبنان في نوع من الموزعين او في بعض الموزعين عندهم
نفس ما قلت انت السهل الممتنع، عندهم فضاوه بالاغنيه ولكن في كل اله محطوطه بمكانها ريت. ترى قاعد يقول الكورد ويطق نغمه شيء زياده. يعني هذه النغمه ما ايش قاعد تسوي فيني كانت، يعني كان شيء وايد حلو. ترى اكثر طلبات ربيع وامنياته وتمنياته في توزيع الاغاني ان احنا نوزع اغاني كذي. ربيع من النوع يكره الزحمه ودائما عنده صراع انه يكره الزحمه، ولكن احنا عندنا مشكله ما هي مشكله، بالعكس احنا عندنا ارث فني وثقافي كبير، ولكن احنا نوع ايقاعاتنا متقسمه الى عدد كبير من الايقاعات، اساس وبنجز والمشكله الاساسيه فيهم ان كل واحده في التيون غير عن تيون الاغنيه، فهذا يسبب بالنسبه لي انا يسبب زحمه. لو بس احط ايقاع وبيانو خلاص كافي انا بالنسبه لي. زين ليش بتحس انك ملزوم فيه؟ ليش ما تغير؟ يعني الايقاعات هذه كان سببها الرئيسي لانها كانوا يعتمدون على الايقاعات بس. احنا كمجتمعاتنا وكتراث احنا مجتمع، احنا عندنا ايقاعات ما عندنا الات. لو نطالع الالات العربيه اللي احنا سويناها ترى على فكره، والالات الخليجيه شنو هي تحديدا؟ احنا ما عندنا الات موسيقيه. لا فالايقاعات مثلا لو تشوف الخماري لو تشوف السنقني راح تشوف تنوع كبير يحال ما ادري شنو كذي، هذا كل واحد قاعد يعزف خط معين. بس بالنهايه ترجع على ايقاع، هو ايقاع. فليش ما انت اذا تحس انه زحمه ما فكرت انه نشيل ونسوي نشيل ونسوي ونحط؟ لكن بعض المرات يعني في ناس تتقبل، في فنانين يتقبل، في فنان مجرد ما تسوي له كذي شو يقول لك؟ فاضي انت ناحتني. مع ان الفضاوه حلوه اي طبعا في بعض الاماكن بس لكن المشكله ان انت بالنهايه لازم تمشي على اللي انت تشوف انه هو مناسب، ان الناس متقبلته والملحن لازم يتقبله والمغني لازم يتقبله عشان تاخذ عليه ابروف. يعني اغنيه عنترة لو برجع عليها بس الكمنجات كانت وايد وهم كان حلو، يعني انا ما قاعد اقول وايد، ماكو شيء اسمه مو حلو. في شيء اسمه هذا لون، انا اعزف الاله فكل ما زادت كل ما استانست صدق والله. يعني يمكن اكون يعني شهادتي مجروحه بالحاله كلها، بس قاعد اسمع التوزيع كان وايد كمنجات، وخصوصا يعني حتى حاله الصاعديه يعني حلوه كانت. فصار فيني ان هل هذا يعتبر زحمه؟ انا منطرب له، انا ما اشوفه زحمه، بس انا كمنجات طالما انك ما شفته زحمه معناته انه هو صح. يعني معناته انه هو صح. اوكي، لان انا هم ساعات بس في اغاني تتطلب ايه، في اغاني تتطلب ان تكون فاضيه، وفي اغاني تتطلب ان تكون ضخمه فيها. هي بالحس صح، هي الحاله مو فكره. حاله الاغنيه شنو اللي تبي توصلها، الحاله الوجدانيه. انت هذه قصه، انت القصه هذه محتاجه ديكور واضاءه وكاميرات معينه ولانسز معينه واشياء وايد لويه، وفي قصه محتاجه كاميرا واحده محطوطه، كاميرا التليفون وقاعد تصور. انت شلون بتوصل الحاله؟ ايه هذا شلون بتوصل حق المتلقي؟ محتاج اكويبمنت مو محتاج اكويبمنت؟ هي كذي. اغنيه متى انا بس لا قبل متى لان في كم شغله ودي اقعد عليهم قاعده. يلا شوف، في اغنيه انا هذه عادي اقول صح، هذه اكثر اغنيه حبيتها. يلا بالعكس، هذه صدق اكثر اغنيه حبيتها. كذاب. منو موزع؟ مو هو كذاب، لا هو الموزع. هو الموزع. لا الاغنيه صراحه يعني استمتعت فيها وايد. استمتع بالحاله كلها، بالتوزيع، بالبريكات اللي فيها، القضبات، يعني حتى تفاصيلها بكلم. بس انت اول شيء من الكاتبه؟ يوسف اخوي. بعد يوسف. هي كلمات يوسف ولحني وتوزيع زين. عندي الملحن والموزع. اقدر الحين اتطلع. بعترف يوسف وينك؟ بعترف لك اعتراف بالاغنيه. على مدى شغلنا ربيع مره يغلبني ومره اغلبه بوجهات النظر. يغلبني. هذه من الاغاني توتالي ربيع غلبني، وانا حتى خارج التصوير هذا كسب الرهان 1,000,000%، لان هذه الاغنيه انا كنت شايفها في مكان، ربيع شافها بمكان ثاني، انا كنت خايف. موسيقيا هي صارت فكره ربيع يعني من توزيع افكارنا مع بعض. بس ربيع كان يبي يوديها بمكان انا كنت خايف منه. بعد ما خلصنا وسمعناها، وانا الحين انت من الاشخاص اللي اسعدتني مره ثانيه. لا حلوه وايد، انا استمتعت فيها وايد. ليش وايد استمتعت واستانست، والحين والله زتني يعني هالوناسه، لان جنسيات مختلفه، اذواق مختلفه، كالتشر مختلف،
حبوا هالاغنيه هذه. فانا الحين وايد والله لما قلت لي انا ترى هذا مع ان انا ما ابي اقول اغنيه عن اغنيه لان كلهم انا بالنسبه لي انا لا قاعد اقول كذي لان تعرف انت تسمع الاشياء وتسمع اشياء في شغله بعدين ترد تسمعها مره ثانيه شيء لا شعوري انت مو مقرر يعني مو شيء تلقاني سمعت الالبوم سمعته مره مرتين بعدين شفت نفسي قاعد احط كذاب قاعد اعيدها هنا كان استوعب ان هذه يعني قلبي ما لها بدون اي سبب موسيقي او مو لان موسيقيا احلى ولا لا هي بس قلبك يميل حق شغله عرفت يعني اتمنى انا مجال الموسيقى مو الاغنيه يعني رايي يمكن يكون غالبا غلط اصلا لكن متامل ان الاغنيه هي راح تكون يا رب كل الاغاني صراحه متامل ان الاغنيه شيء انزين انا اللي حبيته حيل اول شيء توظيف الكورال عجيب توظيف الكورال كان صدق حاله حلوه طبعا الكمانجات يا الله شو الشغل ورا بس انت قاعد بس انا بس لا البس مالتي ان شاء الله حتى كاتب تخيل كاتب دقيقه وثانيه دقيقتين و15 ثانيه اللي الكوبليه الاول شنو ودي اشوفك يلمس كفوفك انت وقفت كل شيء اذكر ودخلت جمله انا اقول لك شنها لازمه يعني كان فجاه رحنا في مكان ثاني لان الكلام شو يقول شكرا انا كاتب الجمله شعورها اللحني وايد في تمني والكلام في تمني يعني حتى كاتب التوزيع حيل عزز الفكره انا هذا ترى اللي حبيته بالكوبليه هذا انه بشار قاعد يغني وكانه صدق من خاطره قاعد يتمنى وصلت الحاله انت كموزع لا انا راح اعزز الفكره اكثر واكثر وانا بوصل الفكره قوي الفكره صدق يعني فلما جيت عند الاغنيه هذه شفت نفسي قلت حتى كاتب ماي فيفورت يعني كل شوي قاعد اعيدها كل شوي قاعد اعيدها وان شاء الله يا رب يعني انه يكون لي راي بالاغنيه بس ظل الاغاني اللي باجي اللي تعاملنا معها ترى يعني كلها على المستوى الموسيقي امانه يعني حتى البريكات لا تموت على البريكات تدري ليش مستانس على البريكات انا وايد مو بس لانه بريك وحلو ويحسسك شيء ويردك لا لانه كان وايد متفق مع الكلام لما تقول مقطع انت قلت وقف كان توقف بس مخلي شويه هارموني في كلمه ثانيه قال عدم سويت عدم بريك عدم يعني حتى ما في هارموني ما قلمت فان انت الموزع قاعد يلتفت حق الكلام قاعد يحاول يوظف المعاني هذه اللي هي هذا التوزيع الموسيقي لانه التوزيع الموسيقي هو عباره عن اخراج موسيقي انت تشوف كذي بس انا كل تجربه اذا بتكلم لا انا اشوف اغلب الموزعين ما يشوفون كذي الحاله الانفعاليه مع الكلمه هذه مدرسه الرومانتيك اللي سواها بيتهوفن اللي هي يبي ينفعل مع الحاله نفسها الكلمه او يبي ينفعل حتى مع شعور الغضب والتنافر الموسيقي هذا كله هذه غايبه شوي عن الموسيقى موسيقتنا احنا تعتمد على الجمال والتطريب فلما تيجي عند عدم هذا مو شيء حلو تعبر عنه فانت اخترت انك تعبر عنه بسكوت كامل سكوت احيانا ترى السكوت مو مريح عرفت لكن لما كان كذي قاعد اشوف موزع قاعد ينفعل مع الكلمه هذه مدرسه وايد يعني اتمنى انها تنتشر اكثر واكثر يا رب والله صدق يعني وتبنيك لهالمدرسه كان واضح يعني قلت لك لاحظت انا كذا بريك كان مو مهم يعني مو مهتم بالموسيقى انه يكون مكان البريك صحيح ترى على فكره وايد عندي اشياء كذي يعني مثلا نحن باقونا هنا في المقطع اللي هو من القلب الى القلب ومن القلب الى القلب لنا صح انت لو تسمع تحت راح تسمع هارت بيت داخل الموسيقى عجيب بم تسمع انه دائما انا احاول اعزز الكلمه اعزز الحاله احاول انه يعني اتكلم موسيقيا يعني عادي تختار سرعه هذا مثلا الهارت بيت الطبيعي خلينا نقول من 80 ل 90 او من 70 ل 80 تختار سرعه كذي لا انا صراحه ما اختار سرعه وكذي انا احس انه دب تعطيني صدق لا في وايد اشياء سويناها لا في واحده انا اقول لك هذه من الاشياء اللي تضحك دشيت عند ربيع مو صاب الكره نهائيا نفس حالتي ف دشيت ولا ربيع حاط كره بالاستديو وايد ضحكت يعني كره صدق زين تخيل حاط كره وهو بروحه فاقول له يعني زين دق على احد يساعدك زين فهو يسوي ريكورد ويقط الكره
فما يلحق. تبي صوت تبي صوت الكره على صوت قلب. ايه اوكي تب ايه اوكي. فهذا البيت الحين تسمعه بسمعك اياه كذي بس ان يسمع. البدايه هذا ترى كله من كره من كره ربيعي جميل. لان الكلام يتكلم عن النبض. عجيب. ليش شو الكلام؟ في نبض يعني شاهد. والكره صار كانها النبض. هذه شوف هذه المدرسه طق ريكورد ويركب. خلت عائلي. اي وايد. دق احد قال الربع موجودين. لا بس والله هذه المدرسه الفعاليه انا اتمنى تنتشر لان فعليا انا كنت اقول مثلا اشوف شاعر مثلا بالسوشيال ميديا قاعد يقول قصيده يلزق اي موسيقى وراه تلقى ضيم القصيده وعجم وراه. لا ولا تلقى الاغنيه تحكي عن ضيم والايقاع راقص. ايه ولا يشبهها. بس شوف هذا ايه هو تناقض بس انه انا ترى اسميه انا فعليا اسميه نشاز بالمعنى. انت لو تفكر احنا اغنيه شوف في فرق بين اغنيه وفي فرق انك تسوي قصه. الاغنيه او كل الموسيقى اللي في الدنيا هي عباره عن قصص. كل المؤلفات الموسيقيه عباره عن قصص ما هي موسيقى عبثيه. في ناس هنا قاعد تسوي اغاني عبثيه اللي هي اغنيه الدعايه هي نفس الاغنيه الوطنيه هي نفس الاغنيه العاطفيه هي نفس الاغنيه الراقصه كلهم تلقاهم اسطمبه واحده على قولتهم ويسوي عليها اغاني. احنا ما نعرف نسوي شيء. اي بالنهايه انت لو تفكر بالادوات اللي عندنا كان الانسان ما اكتفى بالتكوين الفيزيولوجي اللي عنده الدموع والصراخ بالتعبير فاتجه الى ادوات تعبيريه ثانيه منها الموسيقى منها الشعر. بالنهايه لما اقول لك اداه تعبيريه هي قاعد تعبر اذا عن معنى وجداني. فلازم انت لما تيجي تعبر عن معنى وجداني بالكلام لازم يتسق لازم الموسيقى لازم تعبر ولا هذا فعليا قاعد يصير كلاش. عشان كذا اقول اسمه نشاز بالمعنى لان بالنهايه المعنى هو الاساس صح. هو اللي كلنا قاعد نرتكز عليه عرفت. فهذه المدرسه البركات حتى قاعد اقول في بركات موسيقيا اتوقع لو مو الكلمه كان ما حطيت عرفت ان مكانه موسيقيا عادي يعني مو اللي راح يسوي جو بس انت حطيته عشان الكلمه مبين يعني عرفت. اي فلا بس ارد اقول كذاب يا رب ان شاء الله يا رب وكل الاغاني ان شاء الله تنجح. شوف انا هالاغنيه لما سمعتها كان اقول خل الموسيقى خل التوزيع هذا كله بصوت بشار ليش قاعد يغني يعني شوف كلهم اديهم صدق وصلني الصدق. هذه قاعد تغنيها هذه انت عايشها مو بس صادق فيها اللي هي اغنيه كبوة جواد. الله حتى شوف كاتب بعيد عن الموسيقى زين هي عجم من الفاء زين يعني وصلني ان انت قاعد تغنيها وكأنه في شيء شخصي. صدق شيء وصلني في شيء شخصي. بشار انت كبوة جواد تحديدا هذه ليش في هل في شيء يعني حتى لو لا ما ينقال بس هل لا في شيء؟ لا ماكو شيء ما ينقال بالعكس. كبوة جواد طبعا هي كلمات اخوي الشاعر ماجد الخالدي. ماجد نعم اي والله يمسي عليه بالخير يعني وتوزيع لحني وتوزيع اخوي بدر كرم. هذه الاغنيه نتكلم من بدايه الكلمات. حلو الكلمات هذه انت لحنت يعني ما خذيتها قاعد انت مختار. لا لحني انا. اي انت مختار كلام. فانا مختار الكلام وماجد تربطني فيه علاقه يعني ماجد تبارك الرحمن من الشعراء اللي عندهم فلسفه معينه في الكلام عندهم كذي وقليل يعني عند الكلمات يحب اللغه العربيه الفصحى وايد. ايوه يعني. هو شاعر بالدرجه فصيح. اي يعني فعنده يمكن التجارب النبطيه ما هي بكثر الفصيح. فدقيت عليه قلت له ماجد انا عاجبني هالنص فجاه اللي هو كيف وجهه. اي صمت حسيت صمت انه كان يقول لي زين انا يعني انا عندي وايد قصايد بشار يعني هو بالمحبه يعني قال لي تحت امرك يعني بس عندي وايد اختار منهم يعني احس ان هذه ما تنفع اغنيه. قلت له لا انا هذه الاغنيه شوف في نوعين من الاغاني اغاني تعيشهم شخصيا انا يعني اتكلم عن نفسي اغاني اعيش تجاربها وفي اغاني انا حتى لما اكتب او اكتب اغنيه معينه اختلق مشكله واكتبها كامله ابنيها بعدين تلقاني اطلع منها واشوفها من فوق. انا استانست خلاص سويت المشكله اللي ابيها والسيناريو اللي انا ابيه كذي. كبوة جواد هي من الاغاني انا اعتبرها هي خلاصه اي انسان اذا بيرتاح في الحياه لازم يمشي على هالكلام. كلامها
ترى هي ما هي طويله وايد يعني، هي كلامها يقول يخذلك حبيب قلبك وتقول له كبوة جواد وانت داري لا هي بكبوة ولا هي عابرة، يخذلونك أقرب الناس ويوفون البعاد والكسر لا جاء من قراب ما حد يجبره، احبس دموعك وان ضقت في ليل السواد اذكر ان الصبح ما ينسى العيون الساهرة، واذكر ان الطيب يبني لك وسط قلبي بلاد ولو يفيد الشر وين أهل العصور الغابرة. بعدين يقول من يخونك لا تخونه قوم وعجل بالبعاد وابتسم له رافع الراس. بس هذه ما حطيتها وقطع الشر ودابرة ما حطيناها بالأغنية. كلها يعني لو تشوف كل بيت هي تجربة أنا شخصيا مريت فيها في الحياة عموما، كلنا عموما مرينا فيها. يعني الخذلان خذلاني خصوصا الأقراب يعني. من الأقراب قبل نفس ما أنت قلت واحد طبعا الخيانة، ما أقول لك خيانة عاطفية، ترى الخيانة حتى ممكن خيانة أن أنت كل شيء حتى في العمل ما توقف مع إنسان في لحظة لازم تكون موجود، ما تكون موجود في وقت أنت لازم يكون لك دور، ما كان يعني الخيانة لها أشكال ولكن هذه التجربة الإنسانية كلها تلخصت يمكن بالأغنية. يمكن بس شوف حتى النضج موجود اللي هي من يخونك لا تخونه، نفس فكرة الفراق الجميل الهجر الجميل والفراق صدق، لأن اللي يخونك أنا قاعد أقول لك أي نوع من الخيانة إذا أنت بتبادل الخيانة فأنت صرت نفسه مثله وتغلب هو صرت أنت نفسه. تعال دورني بالعشرينات لا غير يعني لا غير بس هذه فكرة النضج. بعدين أنا هذا اللي حابه وايد بالألبوم، في نضج فكري وموسيقي صدق والله يعني. حبيبي أتمنى إن شاء الله والله صدق يعني. وشيء ثاني أنا يعني ما بي أقاطعك شلون يعني الله يلعن الشيطان راح من بالي، بس كنت أبي أقول لك إن الحياة عموما يعني صارت إن حياة تمشي يعني ما ينفع انك خلاص انك تظل انت تشوف فلان شنو سوالك وفلان شنو سوالك اذا انت بتظل شاغل يعني تمشي يعني تمشي وصدقني لو انت ما تمشي راح تموت مكانك وما ينفع ان انت تموت. استثمر طاقتك في شيء افضل. ابو حماني انا اعزف كمانجي اصلا تدري عازف كمان اكيد بدايتي سامره عدنيات لازم ايوه عدنيات يماني. انت عندك اغنيه يمانيه اخي جميله جدا زين، وانا احب هاللون، انا هاللون وايد احب، وانا ادري ان عندك انت تجارب قبل زين اللي هي اغنيه لمحتك. انت عندك يدندن من قبل بس هذه مقامها عجب. السؤال مساء لما قاعد اسولف عن البريكات وكذي، هذه فيها بريك وايد حلو لكن توقف يعني هني هذه حاله تفاعليه كانت وايد حلوه. بس اللي عجبني انه غربي ويماني انا احب كذي حلو كذي والله. اي حلو فيوجن حلو حتى بفنون المطبخ كذي. لا يعني شلون اقول لك حلو لما ما ادري انا عندي وجهة نظر او عندي اذن موسيقيه، يمكن حتى ربيع يوافقني ان احنا وايد قراب يعني يمكن بالذوق يعني. احب لما اسمع شيء قح خليجي بحكم الموسيقى اللي احنا نقدمها ومجتمعنا اكيد يعني والمكان اللي عايشين فيه، واحب اوظفه. انا ما احب شيء يكون عادي يعني خلاص هذا المعتاد. وانا ارجع اقول لك مو معناته ان المعتاد مو حلو او الخليجي البحت مو حلو، ولكن انا المدرسه اللي انا احبها الموسيقيه هي المكس. اعطيك مثال، في كثير من الناس يحبون الاغنيه على العود. صح. انا ما احب الاغنيه على العود، ما تعبوني الا اذا عود ويا مصاحبه بيانو، عود ويا مصاحبه جيتار. احب اسمع الهارموني دائما مع اي شيء. زي هذا ما تشوف انه لان الالات اللي انت ابتديت فيها بيانو وجيتار هي السبب اللي خلتك تفكر بموسيقى بشكل هارموني، بينما مثلا اللي نفسي ابتدى عود وكمان يفكر فيها بشكل افقي ميلودي اكثر. ما تحس ان هذا السبب الرئيسي اللي انت دائما تحس ان الهارموني لازم يكون موجود بكل شيء؟ انا احس لان انا اصلا الحن على هارموني يعني. ترى انا ايدك بسالفه الهارموني احس انه ضروري يدخل علينا يعني. انا الهارموني هم يقولون غربي، ترى اللي كتب قواعد الهارموني الفارابي يعني. يعني هو شيء لنا اصلا يعني من الاساس يعني ما اشوفه غربي انا يعني. لكن الغربي مو بالهارموني، الغربي حتى بالميلودي، عزف الميلودي يعني قاعد
طريقه العزف اسلوب العزف. وهذه فيها بعد شغله الغنيه هذه سويت موسيقتها قبل لا يكون في غنيه. سويت الموسيقى قبل الغنية. اي يعني كانت الموسيقى بعدين لحن وكنت اعزفها لمده يمكن 3 أيام يومين وانا اعزف بس الموسيقى عجبت الموسيقى. وشنو اول شيء عزفتها بس بيانو بعدين قلت خليني احط شويه احسها مع الكمانجات بعدين قمت اشغل رمبه وياها فهذه من الاغاني شوي عكس عكاس الموسيقى صارت قبل اللحن. ايه زين هني انت كموزع انت وزعت الموسيقى اول ولا لا جاتك اغنيه؟ الاغنيه اي هذه طبعا هني طبعا شبعان مني من المواضيع بس هالاغنيه هذه توزيع عمار البني وكلماتي والحاني. اوكي اللي هي لمحتك. قلت لك هذه من الاغاني اللي تصير ساعات اسلوب تلحينها مختلف لان الموسيقى صارت او الجو اللي قاعد اسمعه بذوني هذا وصلت له خلاص يلا الحين خلنا نلحن على الجو هذا. اذا خل الموضوع الغربي انت اليماني نفسه انت شنو سالفتك معه؟ احس لازم واحد ما يحب اليماني. انا جو اليماني بس احس لازم قطوه. فيصل في الالحان اليمانيه فيها سحر على شوف ما ابي اقول لك على بساطتها لان هي بنفس الوقت هي مو بسيطه ولكن فيها ما ادري هي طيبه ما ادري فيها طعم غير فيها طعم كذي. اللحن من تسمعه عادي كذي سمع بس تيجي تحط عليه تبتدي التنفيذ يمكن ربيع بعد يحس اكثر لانه هو بالنهايه بالمقام الاول هو موزع. من تحط اللحن على توزيع يصير شيء مثل السحر يا اخي. حتى اللهجه الاسلوب طريقه اللهجه تعطيك اليماني اللهجه تعطيك اسلوب اداء تحس انها تقدر تأدي مختلف يعني ويطلع حلو الكومبينيشن بينه وبين الغربي وبين الهارموني يطلع وايد حلو. يعني انا بسألك سؤال تخيل لو هذه الاغاني كانت موجوده في الفتره يعني صارت في هذه الفتره الحين اللي هي اليمانيه اللي قبل تتوقع انه راح يكون شلون توزيعها؟ راح يكون توزيعها بنفس الطريقه القديمه؟ لا راح يكون وايد هارموني. راح يكون وايد هارموني لان هي اصلا انت من مجرد ما تحط ايدك انت تبي تعزف وياها هارموني اصلا هي الابعاد اللي فيها ابعاد الالحان اليمانيه تعطيك مسافات هارمونيه وايد حلوه عرفت وتقدر وبعدين تلقاها حتى لو كانت مقامها مثلا في مثلا سيكا ولا في اي شيء تلقى ابعاد ثانيه تكمل لان دائما اللحن اليماني تلقى فيه تنوع في اللحن تنوع في الاماكن مالت الغنى هذا يعطيك ابعاد وايد حلوه ويعطيك شغله وايد حلوه اللي هي الباترن ان دائما في الجمل اليمانيه تلقى فيه تحس انه 4 موازير وتتكرر مسار قاعد في ايه فانت في الهارموني يصير عندك انا سويت بروجريشن هني سويت بروجريشن هني سويت بروجريشن هني والتفاعل هذا في معظم الاغاني اللي الحين قاعد تلحن ما ينتبهون حق هذه النقطه هي موجوده اصلا لا اراديا في اليماني عرفت فعشان كذي انت بتحط هارموني انا حللت لك اياها تحليل اي لا صدق لا صدق لان صدق كل اغنيه يمانيه قديمه قاعد تتجدد قاعد تكسر الدنيا صح. مثال احنا قاعد نسولف عن حب اسرار اي يعني قديمه حتى اللي تغنت بشيء قاعد نسولف عن مصبر الموعود صالح ياسر الله يرحمه الله يرحمه جمله عجيبه وبسيطه بس الاسلوب الاسلوب الروح صدق والله صدق. بس انا ملاحظ باشياء لازم تقط لك يماني لازم يعني متربين على هالشيء اي صدق عادي عندنا مخزون وايد مو شويه. هذه الحين اللي هي اغنيه ولا قبلها لحظه خلينا نروح على اغنيه انا ما افهم بهاللون حلو للاسف يعني المفروض يعني احاول افهم كل لون بس اغنيه اسمر ياسمر بس انا لما سمعتها من اللي موزعها سوري هذه اخوي طلال العيدان وكلمات اخوي علي بوغيث والحان حبيب القلب بدر شعيب انزين ابي اسال سؤال انا لما سمعتها حسيت كنكم قاعد تعاندون الدي جي بنسوي دي جي بس مو دي جي يابا هذا هو صح شوف طبعا التوزيع اكيد يعود الفضل حق طلال يعني اكيد ورؤيه بدر اكيد والكلمات اكيد علي يعني ولكن في اغنيه احنا يعني لما نسويها او انا لما سمعتها
هذه اغنيه تقول حق وجز هذا مو غلط يعني، تقول حق الدي جيهات هذه هديه لكم روحوا العبوا فيها. هي صايره، وطبعا طلال موزعها بطريقه مودرن. هي بيسكلي كأنك قاعد تسمع اغنيه وايد شعبيه ويا دي جي سواها. لا في فكره بالاغنيه فكره عبقريه، اتوقع طلال. اي اللي هي في واحده قاعد تغني، اي في واحده منو هذه اغنيه قديمه جدا قديمة. يعني قديمه جدا جدا. وهذا مقطع منها واحنا استخدمناه خليناه يعني هو الموسيقى كانه هو الموسيقى. اي نار الفكره. إيه. ترى صدق عجيبه إيه. يعني. عشان شيء توني قاعد اقول لك انه ترى احس انه لو تنزل كذي حتى ما يحتاج دي جي، او تنزل كذي هي كذي جيها منها فيها وهي اصلا صدقني الدي جي والفكره حلوه ترى. الفكره حلوه، وهم حاله الفيوجن هذه اللي تسويها انت. هذه من الاغاني اللي حتى لما بدر سمعني، حتى قبل لا يسمعني قال لي، دز لي مسج بالليل قال لي ابو حمني انا مسوي لك اغنيه، وهذه الاغنيه انا متنقصها لك، وهذه الاغنيه انت يعني انا مسويها وبين قوسين ترى راح تاخذها كيفك يعني. فقلت له يلا. اول ما دز لي اياها في اغاني سبحان الله شي تسوي كليك يعني. وكان ناقصني لون كذي يعني انت هاللون هذا تحس ان انت تحرص انه يكون موجود. غير اني احرص لما تيجي انت الحين تفصل الالبوم تقعد تطالع من بعيد شنو في اغاني ناس ما يقولون كلها بامر الله اكيد يعني. واحنا نتمنى ان احنا نوصل حق قلوب واذان المستمعين، بس في اغاني تحس من البدايه ان هذه فيها شيء. هذه من الاغاني اللي من اول ما سمعني يا بدر قلت له انا ما افهم اللون، بس الحلو بهالاغاني ليش ما تفهم الاغاني؟ لأن حكم المدرسه يمكن اللي لا ما احسه يعني، فما احسه. فانا بعدين اتجه للالوان، اتجه بناء على مزاجيتي. اللي احبها اروح تلقاني افصل فيها اكثر، اللي ما احبها تلقاني اخليها يعني. عرفت؟ بس هذا السبب. بس انت زين قلت انا ما افهم فيه. أي غيرك يقول انا ما احبه. لا أيوة لا لا يعني مساله الذوق الشخصي هذا ما له شغل في يعني. الذوق انا العام. اتجه الاشياء اللي افصلها كذي، عشان شيء ما افهم فيه. بس انا احس بهالالوان هذه تحديدا فيها شيء جميل، انها تشارك الناس لحظات جميله بحياتهم. بالضبط. انا احب هالحاله بالضبط يعني. حتى لو ما افهم فيها انا اشوف انها حاله موجوده يعني. انت راح تكون موجود يعني. الاغنيه هذه ان شاء الله انتشرت خذت الصدى اللي تستحقها امانه ان شاء الله. راح تكون موجود انت باحتفالات يعني ميلاد، راح تكون موجود باحتفالات وايد عروس هذا اللي انت تبيه. هذه لحظات جميله. والاغنيه بالنهايه شنو؟ ذكرى بين انسان وانسان، وذكرى مع انسان تعيشه. فحتى لو ما افهم فيه انا اشوف انه كانت صدمه لي فكره الهزوجه اللي حاطينها القديمه، وصارت هي الموسيقى يعني. كانت فكره وايد غريبه وحلوه يعني. انا عجبتني، اتمنى ان شاء الله اتمنى تعجب الكل يعني. وفكره ترى تستحق انه الواحد يفكر فيها بزود يعني. الشيء الثاني انه قلت لك انا احب الالوان. انا اشوف ان الالوان هذه الحلو فيها انها تشارك الناس لحظات الجميله. يمكن انا كئيب بزياده ما عندي. هذه الاغنيه هم على قولتهم one of my favorites، واحده من الاغاني اللي انا عدتها لا شعوريا. متى اي سوري انا قاعد اقولها بالكويتي. متى بشار احساسها وايد حلو، وايد حلو. قصتها هذه اللي انت كاتب الكلام صح؟ اي انا كاتب الكلام، كلامي ولحني وتوزيع اخوي براك المطوع. كاتبها قبل لا حتى تفكر بلحن؟ لها قصه هذه الاغنيه. كتبت جزء وايد بسيط وخليته. اذكرها انا من زمان. اي هذه الاغنيه كتبتها بالضبط في كورونا. كنت انا مو بالكويت وكنت وايد ولهان على ولدي ابي ارجع. الله يحفظه. الله يسلمك. وكان وقتها تدري ما في طياير وكذي، فكتبت بس المطلع وخليته اللي هو قل متى ينتهي هذا الفراق ذاب قلبي اشتياق قل متى ارجوك لا تقصر علي الله. بس كتبت هذا وسبحان الله كتب لي ورجعت وشفت ولدي وكذي. وتدري الله لا يعود ايام كورونا، كانت ايام يعني الله لا يعودها يعني كل ما فيها ان شاء الله، ويدوم علينا اكيد الصحه والامان يا رب يعني. بعد ما رجعت شفته طمنت وهذا لا تحور المكان ثاني. قلت هذا المطلع وايد حلو انا مسوي مطلع حلو. وهذه من الاغاني اللي يمكن ربيع حتى الحين اذكره. هذه نفذتها وايد. رحنا تركيا وسجلناها مع احد الموزعين وكذي وشد وجد
انا في صوت او في طريقه معينه بالتوزيع ابيها ما لقيتها، ومني وسويناها ومني ورجعت الركبه. بس الاغنيه انا احبها. لين سبحان الله قعدت مع براك وقلت له انا عندي جمله ابي اسويها وابي يعني ابي شايفها بطريقه معينه وابي اسويها. وهذه من الاغنيه اللي فيها لزمه، يعني انا حاطها بالعزف وصارت مشبوكه حتى بالغنى اللي هي ودشت حتى في اللحن، يعني مع لما تسمع الجمله يعني اغنيه وايد احبها. وكملتها بالكلام الناس ما نقول يماني حبيني يعني ايه الحماني ايه لازم لان احب هالمكان هذا لهجه وايد وكملت واحساس الاغنيه وايد انا احب اللهجه وايد. بس عندي سؤال الحين، الموسيقى مثلا الصلوات ساعات تكون فكره ربيع اللي هو الموزع، فكره الموزع ساعات تكون فكرتك انت او جملتك انت. طيب اختيار صوت الآلة اللي تعزف الصوت يعني بالاغنيه هذه مثلا، على اي اساس تختارون الصوت؟ هو خلي يجاوب بعدين. الحين شوف هو واختيار الصوت يعتمد على حاله الاغنيه والمود العام حق الاغنيه. يعني انتم عندكم مكتبه فيها ملايين الاصوات. احنا مو خلي المكتبه، احنا بالنهايه شوف احلى من اللايف ما في. اوكي هذا واحد لازم نتفق عليه، لان الحس البشري صعب انك تقدر تسويه توظفه في آلة إلكترونية. حس الآلة ولا الصولو هو يعتمد على الجملة وعلى حالة الأغنية. يعني إذا الجملة مثلا نفس الجملة مثلا اللي قالها تحس إن الجملة هذه جملة طويلة لقاته، فهل ينفع إن أنا مثلا أجيب فيها قامة؟ نعم ما. هل ينفع أن أجيب فيها عود؟ أي آلات منفصلة معي. شنو اللي يوصل لي إحساس الجملة؟ وتريات فيها قوس يعني أو النفخية يعني. أو آلة نفخ أو آلة. فطبعا يعتمد الحين خلاص انت الحين قررت ان تبي آلة تسوي تعزف لقاته، اوكي السنس مال الجمله شنو؟ السنس في بريث في نفس، اوكي حط آلة نفخ. السنس لا يبي كمانجات ولا يبي جلساند دي وتسوي هذه الاشياء، فتبي آلة وتريه يكون ان الوتر فيها ممتد. يعتمد شنو الجمله واللي يحكمك في هذا انت شنو موزع لتن. ايه اوكي فانت تبي يعني تسوي حتى الجو العام الاغنيه مثلا يعني انا اقول شغله مثلا الاغنيه هذه هل الجمله مثلا ينفع ان اقولها مزمار؟ لا ما احس شيء راح قاعد يدمرها راح يدمر احساسه كله مع انه هو يطابق المواصفات اللي يطابق المواصفات كلها تبيها بس انا ابي اوبو بس الفايب ماله اي مو. فعندك وايد اشياء تحكم. فاحنا يعني ولله الحمد يعني بحكم الخبره وصلنا حق مرحله ان الجمله هي تقول لنا شو تبي. اي اوكي انا توني عايز لك يعني الجمله احنا تسمعها تحس انه الله لو فلوت يقولها، الله لو كلارنيت يقولها، الله هي تقول لك هي تكلمك الجمله. ترى على فكره ترى احنا الموسيقيين فينا شيء ما ندري شنو هو. وبشار وانا بشار طبعا دائما يعطيني هذه. لا بس خلاص بطلت. في جيني فوق قاعد يقول له شو يسوي، فيقول فجأة جمله، وخصوصا لما يقعد يكتب لما يكتب نص مثلا ولا يفكر في لحن اول شيء يسوي يسكت انا خليه فجأة عصف ذهني. هي ترى حتى الجمل الموسيقية حتى الألحان اللي هو يلحنها حتى الأفكار اللي احنا نفكر فيها كموسيقيين هي أفكار تكلمنا، هي جملة تكلمك، هي تقول لك أنا سويني كذي حطني كذي قول الجملة كذي. فهذا الشيء أعتقد أنه هو يمكن من باب خبرة، من باب أن أنت قاعد تحس الشيء فقاعد تحاول أن أنت توصل في الإحساس حق أكثر طريق ممكن يوصل حق المستمع. اللي هي فكرتك شنو هي؟ أنت بتوصل شيء، فشون توصله؟ ان انت تحاول تقتنع فيه عشان تقنع الناس. اي صح لازم يكون. وبالتوزيع ربيع عنده شغله هم يعني انا بحكم خلاص يعني تعودت يعني اي شيء لا تقول لي هذه لا بالعكس لا والله توزيعيا يعني ربيع من الناس اللي وهذا بالعكس هذه ميزه انا اشوفها معي، بس ميزه صعب اذا الواحد ما عنده الفيجن انه يعرفها. ربيع من الناس لما تشتغل معاه في التوزيع ساعات تسمع الاغنيه تسمع مثلا ليرا سكتة، فأنت حتى لما تسمع ربيع قاعد يشغل لك سكتة أنت تقول هذا ليش سكت؟ ليش؟ هو قاعد يشوف التوزيع
بعقله كامل اي الخطوط الباجيه ويدري الخطوط الباجيه انه بنعزف اشياء. اي صدق يحتاج خيال افق. ايوه هو يكون شايف وموزع وسامع الكمنجات وسامع انه هني بمكان مثلا خاص خاص يدري زي هذا ترى ما عزفناه للحين، هو سامعه وخالص وكاتب من اللي بيعزفه وهني هذا هني بيعزف. هذا التركيب لما انت تشوف ناس ما قلت في ناس مثلا تشوف افقي وفي ناس تشوف هارموني كامل، هو يشوف كذي يعني، وجزء انا احب اللي يشوفون بشكل عمودي يعني. هذا يمكن ليش انا استمتع مع ابو ربيع. ساعات بعض الموزعين لما تقعد معاه تخلص الاغنيه باللحظه خلاص تسمعها كامله شيء. في طعم اللايف هذا اللي ننطره مثلا، اتشوق متى بشوف هذه النواقص شلون تملي. اي اوكي هني وناسه شلون كل خط باللايف هني يزيد، او تلقى مكان هني مثلا يقول لك انا هالتراك هذا مثلا ما راح اعزفه لانه في جيتار في بالي بصوت معين راح يقوله هني. فلما تصير الكومبينيشن تشوفه قاعد ينبني قدامك، تشوف الاغنيه من الى قاعد تنولد. هل احيانا بنص العمل تجيك افكار فجاه تروح شمال؟ اي عارف هذا تصير يعني انه مو اللي متخيله. لان هي اقول لك مثل ما قلت لك انا، هو في شيء يكلمك. اي اوكي هو في شيء يكلمك يقول لك ها زين جرب كذي، اوكي لا سوي كذي، ها غير الفكره. يعني كم مره انا وبشار نقعد نغير موسيقات ونغير ايقاعات ونغير اشياء عقب ما احنا خلاص وزعت وخلاص. اي لان نفسي عادي. لا عادي هذه اكسبشن. يعني حتى بالاغنيه هذه فيها بالكلام فيها كلمه عدم زين، وبراك بذكاء كبير مسك كل شيء سوى عدم فعليا. وهذه المدرسه اللي قاعد نتكلم عنها مساء، اللي هي فكره ان الموزعين لازم يبتدون والموسيقيين كلهم. وهم بعد ابي اقول شغله، احيانا حتى المهندس، يعني الحين انا بتكلم على هالنقطه هذه، يمكن منتظر الزاير اما اوجه له تحيه كبيره اكيد يعني مهضوم حقهم هذا. هم يعني ترى الموزع هو كل واحد له دور اساسي، ولكن اللي الناس ما تعرفه ممكن واحد يسوي لحن وايد حلو بس الموزع يدمره، وممكن واحد يسوي لحن وايد بسيط بس الموزع يضخمه بطريقه تنصدم انت تقول شلون. يعني مهندس يخرب شغل موزع ويخرب شغل الاثنين بس هذه بتحسب اكيد يعني هم بعد هو يعني لان ساعات هم بعد حلو يكون المهندس عنده فيجن. يعني طبعا ربيع الحلو بهذا، يعني في بعض الموزعين الحلو فيهم ان عندهم ملكه الهندسه، يعني هو موزع وساعات هم بعد ربيع لما يحكس بعد طبعا هو اغلب شغله يعني ربيع، بس ساعات حتى اتوقع اذا انا مو غلطان صحح لي بودر ينقي الصوت لانه يدري شلون بيمكسجه. مرات اختار الكيك تلقاني حاط ثلاثه كيك، وهذا على فكره يعني مرات اشوف انه في رؤيه مثلا ان انا مكسجت وما طلعت صوره حلوه فمنتظر مكسج، هي اقول له منتظر عندك 3 كيكس انا حاطهم، انا راح اختار اي صوت وقت المكس. ليش ربيع انت ما اخترت من البدايه؟ لان ما ادري شنو راح اسوي في المكس. فانا حاط 3 كيكس وموجودين مع بعض. ليش حاط 3 كيكات مع بعض؟ كل واحد صوت. قلت له عشان وقت المكس اشوف من اللي حلو مع اللي صار، عرفت؟ فهذه من الاشياء اللي انا اسويها. وحتى بعض المرات انه يعني مو لازم ان انا اعرف امكسج او ان انا قدرت امكسج هذه الاغنيه صح او ان انا قدرت اوزع هذه الاغنيه صح. انا احاول وانس ان انا القى نفسي ان انا ماني قادر اوصل حق النتيجه اللي في راسي او النتيجه اللي في راس الفنان، ما عندي مشكله اذا بروح حق واحد ثاني مثلا منتظر، ولا بروح لحد من الشباب جاسم محمد انه يكمل الفيجن مالتي، يكمل الفيجن مالت الملحن او المغني. فهذا ما يمنع طالما ان انت قاعد تشتغل مع ناس محترفين وموسيقيين. بشار البوم كان نفس ما قلت انا استمتعت فيه، كنت محظوظ جدا اني انا سمعته قبل الناس وخذيت وقتي اني انا افصل فيه وابدعته امانه لي شغل ابدعته. لكن ونتمنى انه يوصل حق اكثر عدد من الناس ممكن عشان يستمتعون فيه وعشان هم يعطونه حقه. لكن الانتشار يحتاج الى خطط بالنهايه. شنو خطط توزيع هذا الالبوم؟ عشان انا من الناس اتمنى صدق يوصل لاكبر عدد من الناس، فلازم في خطط. بنهايه يعني المقابله او ما هو المقابله وكانت سوالف كذي يعني جميله يعني. اتمنى عسى الله ان شاء الله يوفقنا في العمل ويوفق كل فريق العمل. هذا عمل خذ منا جهد سنوات، يعني اشتغلنا عليه وايد بحكم انه في اغاني انشالت، اغاني انحطت، افكار صارت، افكار انلغت يعني.
اشكر كل القائمين على هالعمل، ملحنين، شعراء، مهندسين صوت، كورال، عازفين، كتاب، يعني كل اللي اشتغلوا كلهم باسمه وكلهم بموقعه يعني او مهنته يعني. اكيد احنا اللي سوينا اللي علينا، والكل عطى من قلبه. وان شاء الله احنا اكيد في غمزه وشراكتهم او شراكتنا احنا ككل مع سوني ميوزك، ان شاء الله يا رب في خطه قاعد تنحط او وضعت اساسا ان هذا الالبوم يكون في طريقه نشر معينه، في طريقه للتسويق بطريقه احترافيه كبيره باذن الله. وعلى قولتهم الجهود كلها ان شاء الله راح تتضافر، ونتمنى يا رب التوفيق باذن الله. تدري عقب 10 سنوات ان شاء الله يا رب تكون العوده. اي باذن الله يا رب يا رب. انا والهاني اي صدق، وانا متفائل وابدعتوا بالنهايه، ابدعتوا وهذا اهم شيء. انا متاكد ان من اللي قاعد اشوف الالبوم سويتوا اللي عليكم زياده. ان شاء الله يعجب الناس. شرفت حبيبي والله، استمتعت حبيبي، استمتعت وايد. ربيع حبيبي، شرفت والله، شرفت يا اخوي بعد عمري.